بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أهل طنجة الشرفاء. لكم كنا نمني النفس بشرف الحضور بينكم، فلما أذن الرب تبارك وتعالى انتهزنا الفرصة دون تردد. الإخوة رأينا في أعينهم جزاهم الله خيرا، والمسلم يثاب ويجازى على فرحه بأخيه. رأينا في أعين إخواننا فرحا بلقائنا بهم، وأقول لهم بل كل الشرف لي الحضور بينكم. يعني تعلمون من كلامي الذي ربما قد صادفتموه في منبر من المنابر أني لا أحب إكثار المجاملات، بالإضافة إلى أنني لا أحسن ما شاء الله تبارك الرحمن ما يحسنه إخوتي في مثل هذه المواطن، لكنكم تعلمون ما أحسنه. لعلي أحسن أن أذكر نفسي وإخواني بما علينا من واجبات. أكثر ما يخيفني عندما أحضر مثل هذه الوقفات وأرى فيها بفضل الله تبارك وتعالى من الزخم والهتافات والحماسة والالتزام، أكثر ما يخيفني فيها أن يرجع إخواني وترجع أخواتي إلى البيوت وقد ظن بعضهم أنه قد أدى الذي عليه. المشوار الذي أمامنا معاشر الصالحين والصالحات، المشوار الذي أمامنا مشوار طويل جدا، لا يمكن أن تتخيلوا المسافة التي لا زالت أمامنا لنقطعها. فالسير إلى الله عز وجل سير بالقلوب، وعمل القلوب هذا عمل دؤوب يومي يحتاج منك إلى جهد وتجديد نية وتخليصها وتجريدها، وكلما أخذت لك صورة غالبتك حتى يكون العمل لغير الله فتشاهدها مرة أخرى، ثم بعد ذلك تأتي لتحاسبها كم كان في كل ما فعلته هي نفسه، كم كان منه لله خالصا فقط مجردا لله، وكم كان منه للصورة، وكم كان منه للإعلام، وكم كان منه ليقال لقد حضر وفعل وفعل وفعل. إخواننا الذين نقف اليوم لنعبر عن شيء مما يخارج صدورنا، وإلا أقسم لكم بالله كانت صدورنا لتنفجر من الأسر من الأسى والحزن من شدة ما نرى يقع لإخواننا، ولا نرى أنفسنا نستطيع أن نفعل شيئا. لكن أرجع وأقول يعني هذه غير تفريشه باش نفرش لكم باش نجي في الهضره باش تفهموا، راه ما كاينش داكشي ديال تيتي نيني فوفو تبارك الله عليكم ناس طنجه بيس اند لوف. الهضره ما كنفهمش لها، انا كنفهم انه هذا الشيء كله اللي درناه غنعاود معاك المكانه ازيرو، بمعنى انك ملي ترجع لداركم ترجعوا كتقول مع راسك راه باقي ما درنا والو، ما حد باقي مازال. المهم ما حيتعز عليا الناس ديال طنجه وغنصبر على هادشي ديال التصفاق ديالكم نتوما، هذا التصفاق كيدير لي السكر حيت عرفتي شحال من عام هما كيصفقوا كياكلوا فينا. المهم ما علينا، اللي بغيت نقول لان كيفاش تحس براسك انت درتي شي حاجه. والعمال في ايطاليا النقابات ديال الميناء ماشي قالوا لهم الى تم قصف ايطاليا او الى هدد نتنياهو روما او لا 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 لا، قال لهم إذا انقطع الاتصال مع أسطول الصمود لساعات معينة ستشل حركة الموانئ في إيطاليا. درنا احنا هادشي؟ درناش هادشي. إسبانيا كانت عندها صفقة كانت ستدر عليها
ما يقارب المليار دولار. 900 والصرف ديال المليون، ما يقارب المليار دولار. مليار دولار بالسنتيم ديالنا حنا اللي كنفهموا حنا المغاربه تقريبا 1000 مليار. ولغات الصفقه وبالميزان المادي خسرات 1000 مليار، لكنها ربحت موقفا يذكر في التاريخ. اللي غيتسولوا الوليدات ديال اسبانيا غيقول لهم كنا عايشين في العام اللي اسبانيا اخذت موقفا للتاريخ ورفضت ان يستعمل سواء مجالها البحري او البري او الجوي لتزويد الكيان باي نوع من انواع التزويدات من اجل السلاح. وبما اننا بيننا وبين اسبانيا 14 كيلومتر، ملي السفينه ما كتلقاش فين توقف في اسبانيا فين كتوقف. طيب واش نقدروا نقولوا باللي درنا اللي علينا؟ لا، ليس بعد الشرفه، ليس بعد. وحنا جايين من الساحه الفوقانيه الى ان وصلنا هنا. يعني ارى ما كنتم ترونه وهو اللافتات الاشهاريه للمحلات. وقلت مع راسي لماذا كان الامر علينا صعبا في البدايه ان نقاطع مجموعه من المنتوجات؟ حتى انه الناس كيقولوا واش غنديروا؟ نقاطعوا كل شيء، ما ناكلوا ما نشربوا ما نصبنوا ما نخرجوا ما نسافروا ما نتفرجوا، ما يمكنش. ملي وصلتي لهذا المستوى ديال كتقول نقاطعوا كل شيء، عرفتي فين وصلتي يا حبيبي؟ وصلتي للاعتراف ان المنظومه الاستهلاكيه العالميه التي تريد منك ان تكون فيها رقما لانتاج المال فقط، إذ لا يهمها لا حقوقك ولا حالتك النفسيه ولا اش بغيت تكون في الليل ولا واش انت في الامن ولا في الامان. وحنا شفناهم كيف كانوا يتبجحون بمفهوم حقوق الانسان، ثم استفاق الناس بعد الذي وقع من 7 اكتوبر الان. هم اصحاب الالباب اولو الالباب كانوا يرون هذا منذ القديم، لكن عندما كانوا يحدثون به الناس كانوا يتهمون بانهم يذوبون في نظريه المؤامره. الناس الان اكتشفت عيانا ان هذاك المفهوم ديال حقوق الانسان كاينه واحد الكلمه كيقولوا الناس ديال اللغه العربيه مضمره ما تكتباتش تما، كنفهموها بالمعنى حقوق الانسان الغربي الابيض. اما انت ما داخلش في هذه الحقوق هذه. وكل من تشرب منهم نفس الافكار لا زال وفي بلدنا هذا يردد نفس الكلام، يتحدث عن حقوق المراه، فاذا سالت عن اي مراه يتحدث عن المراه التي يجب ان تخرج لكي تكدح وتتعرى وتستهلك، ثم بعد ذلك يلقى بها في قمامه التاريخ. حتى اذا سالتهم عن المراه التي لا زالت تقطن في الخيام في الحوز عندك هنا قبل غزه، لا تسمع لهم همسا ولا تجد لهم ركسا. إذا سولتهم على النساء كيف تخترق بيوتهن من طرف الكيان الغاصب تحت مسمى لقاءات السلام واللقاءات التوافقيه واللقاءات الثقافيه، سيروا سولوا على صويره، حيت لما سقسيتوش على صويره من هنا لشويه غتولي بغيتي تدخل ليها خصك تاخذ تاشيره اللي كتطبع لك في حيفا المحتله. الشرفاء سولوا على اولادكم وهم يدرسون في الجامعات الى اي حد بلغ الاختراق الصهيوني في عدد من الجامعات. نظن اننا نفعل شيئا لاخواننا، واخواننا هنا في بلدنا ملي كيتم شي واحد توقيف ديالو فقط لانه كان يطلب من الناس في اطار حريه التعبير وحقوق الانسان. هادشي اللي قلتوا لنا نتوما، قلتوا لنا حريه التعبير حقوق الانسان، لا هم ضربوا ولا كسروا ولا هدموا ولا شيء، بكل هداوه وبكل سلميه جعلوا يرفعون مستوى الوعي عند الناس بأن يقاطعوا سوقا معينا من الأسواق الممتازة. ما الذي وقع لهم؟ تم جرهم إلى المحاكم ومحاكمتهم باش حتى تتم إدانتهم تحت شعار كي كيقولوا المغاربة العروبية ديالنا حنا تيقول لك ضرب المربوط باش تيجلس السيد. باش ملي شي واحد تقول لي اجي نوقفوا ونقادوا هذه المسألة ونقولوا للناس ما تشريوش من هنا ما ديروش هذه من باب التذكير، والا انا ما عنديش قوه الزاميه. ما نقدرش نجي نقول لك انت ما تاكلش هذا المنتوج
وتطبق الكلام ديالي. ليست لدي عليك صفة تلزمك. أنا من باب التأكيد والتشديد على النصح، أنني أنصح خويا أنه ما يسمنش واحد الجهة تسهم بشكل مباشر، بل أقبح من هذا بشكل مستفز، أنه يكون عندك مثلا واحد الجزء من الأرباح السنوية ديالك كتدفعها الكيان، غادي نقول هذا بيع وشري انت وياه، لأنه هو تيضغط على اللوبيات اللي كتمكن لك انت باش في طنجة مثلا تاخذ المكان الفلاني وما ينافسك فيه حتى واحد، وفي الدار البيضاء تاخذ المكان الفلاني وما ينافسك فيه حتى واحد، وملي تكون مثلا في الطريق في لوطوروت كأنه ما كاين غير ديك الشركة. إلا كاينه باحة استراحة على اليمين وباحة استراحة على اليسار، تتلقى نفس الشركة شادة المونوبول هنا وشادة المونوبول هنا، ولا ينافسها في ذلك أحد. لو كان المسألة هكذا غير قضية ديال البيع والشراء كنا غنغمضوا عينينا ونقولوا ربما، لكن ملي كتشوفهم يوزعون وجبات مجانية لجنود الصهاينة وحق لهم أن يسموا بالمرتزقة، ليسوا جنودا هم مرتزقة في حقيقة الأمر. لتكشر المسألة وتشوفها على الواقع العالمي والمواقف، هما مرتزقة. كتعطيهم هذيك الأطعمة، ملي كتخرج وحدة والله يرضي عليكم ما تبقاوش تعاودوا ديك الهضره دوك المصطلحات ديال الأخبار. ملي خرجت هذيك الأسيرة من عند إخواننا في حماس، اش تقول ديك الهضره ديال الرهائن؟ الرهينة في عرف الإعلام الحديث هي التي كانت مأسورة عند جماعة إرهابية. سؤال بليد وغبي، هل تعتبرون حماس جماعة إرهابية؟ وقول لي لا، هذا مفقصني هنا، تقول لي لا ولا تقول لي حق هذيك الرهينة من اللي طلقوا الصراحة. ملي قلت الرهينة دخلتي في اللعبة، ردوا البال المصطلحات. ما يتقلق مني حتى واحد، شي ضارب 350 كيلومتر فإذا حمضت لي عصرت لكم حامض في عينيكم، استقبلوها من خوكم وسيروا في سبيل الله. لا ما تستاهلوش، تستاهلوا ما افضل، لكن ان شاء الله تعالى صبروا علينا وخلاص. لكن هذا راه من كثره من داكشي اللي كنشوفوا. علاش قلت لكم قبيله ملي كنا جايين بقيت كنشوف مجموعه من الامور، لا طولت زعل بالي ولا لي باش نفران، انا مشيت شديت الميكرو مع الله والفجر. المهم كاين اللي هنايا عنده مو ومرته واختو وداك الشيء راه تصبر معاه، اللي جاي حاصل بوحدو دبر راسو. المهم تيبان لي مجموعه من المتاجر وعدد كبير منها لافتات إشهارية لشركات متعددات الجنسيات، والناس كتتحدث عن المقاطعة. الشرفة بغينا نرتقي. شوف راه كاين بعض الكلام موجه للحاضرين، كاين بعض الكلام الحمد لله للحاضرين قطعوا فيه أشواطا، لكن مادام هذا الشيء كيتسجل فلا ندري أين يصل، فلعله يصل إلى قلب فيوقظه بإذن الله. طرح علي سؤال تقريبا شي سنه دابا، ملي كانت دارت ديك الهدنه، داك الوقف اطلاق النار المؤقت، وقال لي دابا ملي نحكيو، قال لي ملي انتهت الحرب، قال لي دابا واعتبر انتهت الحرب، قال لي ملي انتهت الحرب واش نقدروا نحبسوا المقاطعه؟ هذا واحد من الاشكالات اللي كاين عندنا الشرق، وهو اننا عندنا ثلاثه ديال المستويات سنفهموها. كاين المستوى ديالنا ديال التعامل مع الافكار، هذا الفوق بين قوسين، هذا الذي يريده منا الاسلام. كاين المستوى الثاني اللي كنطيحوا تحت من الافكار، كيولي عندنا مستوى المعاملات مع الاشياء، لي زوبجي لي شوز، لا كونسوماسيون، استهلاك. ملي كنطيحوا من المستوى حتى ديال التعامل مع الاشياء تنهبطوا للطص الحضيض، كيولي بيننا وبين الحيوان الهضره والحوايج، هذا هو الفرق، وهو التعامل مع الاشخاص والارتباط بالاشخاص. ملي كيولي دماغك انت لاعب في جوج درجات التحتانيين، يعني بين الاشخاص وبين الاشياء، لا يمكن ان يرقى تفكيرك الى مستوى الافكار، وغتولي كتسنى يا ربي غير امتى، في احسن الاحوال يا ربي غير امتى يقولوا لنا وقف اطلاق النار باش نرجع نشرب ذاك المشروب اللي كتوحشتو، وناكل ذاك البرجر اللي توحشتو، ونمشي نتقدى من عندك السوبر مارشي اللي توحشتو، ونقول لك حكا سير جيب لي هذاك المسحوق ديال التصبين، حيت حوايجنا هذاك المسحوق ديال التصبين بالضبط واللي كيخرجوا مزيان. انا باش نخرجوا حنا كاع من هذا السياق هذا كامل. السؤال لو افترضنا، انا طرحت هذا السؤال منذ ما لا يقل عن سنه، لكن اعيد طرحه بين اخواني هنا.
إذا افترضنا، هذا من الافتراض الذي لا يمكن تخيله، لكن حنا غنحاولوا نتخيلوه، أليس في بلاد العجائب. إذا افترضنا أن إخواننا وحدة بالجوج لا قدر الله، إما أبادهم الصهاينة عن بكرة أبيهم، حيت الريتم اللي غاديين به دابا وحكوماتنا تيتجمعوا باش في الآخر يخرجوا لنا بيان بارد باهت لا روح فيه ولا نفس، لا طعم لا لون لا رائحة. رجعوا للبيان وقراوا، الله يجازيكم بخير، قراوا البيان الختامي ديال القمة العربية الإسلامية اللي تجمعات، وروني فيه بند واحد فيه مسألة عملية سوف نصيب بها الكيان بشيء من الضرر، بند واحد بغينا نسمعوا. ندين ونشجع. بغيت نقول كلمة أكيد هي مخلطة فخلينا ساكتين. قال لي قولها لا مخلطين، وهذاك الشيء كله اللي بنينا نريبوه بهذه القضية.